بص، هي السماعه خلت دماغي تلف. بص، انا ما بحبش ابالغ في حق سماعه. انا مش بتكلم ومش هتكلم على جوده السماعه والصوت والمكالمات. انا هحط قدامك مكالمه وانت احكم بنفسك السماعه حلوه ولا وحشه. انا بقى جاي اقول لك انا اتصدمت في ايه او انا اتخضيت في ايه وانا بستخدم الابلكيشن بتاعها. وهنزل لك طبعا طريقه، لان هي بتاخد وقت، هي رخمه جدا في انك تنزل الابلكيشن وتساين ان والكلام ده مرهق. بس خلينا نقول مثلا ايه. الابلكيشن لما نزل بقى في الساعه وفي السماعه. بس انا الاول دلوقتي هشرح لك السماعه الكيو سي واي اي تي 13 اي ان سي. معاكم عمرو عماد، هنشرح كل التفاصيل واقول لك الابلكيشن فيه ايه وايه اللي صدمني فيه. يلا بينا. بص يا سيدي بقى، اول حاجه لما تيجي تفتح الابلكيشن، انت اول ما بتفتح السماعه اصلا بتديك بوب اب نوتيفيكيشن زي السماعه اللافينتو. بص يعني اول ما بفتحها كده بيديني البوب اب نوتيفيكيشن. انا هقفل تاني، هعمل كده. بص يا معلم، اول ما بفتح بيديني بوب اب نوتيفيكيشن بالشكل ده. بص ايه يا جماعه الشغل ده؟ ايه الشغل ده يا جماعه؟ ايه الشغل ده؟ بص بقى، تعالى على الابلكيشن ايكولايزر. امسك حاجه حاجه. ايكولايزر هتلاقي فيه الساوند افكت او المؤثرات الصوتيه. ممكن تعملها بوب وبيز وروك. انا عن نفسي حسيت بيها بسيطه، كانت لطيفه بالنسبه لي. والاي ان سي عشان تشغلها، عايز تشغلها تطفيها، تشغل ترانسبيرنس مود. خد بالك الفيتشرز دي ما كانش حد بيعملها غير الار 50 اي انكر. اخيرا ان حد بدا يفهم ان الابلكيشن مهم. اهم حاجه في السماعه، انا مش فاهم حاجه، دي بلاستيكيه قدامي. انا عايز ابلكيشن خش على حاجات، افتح اقفل، اعرف يعني اعرف استخدمها. طيب خلصنا الكلام الجميل ده. بص بقى حاجه جامده جدا عندهم ايه؟ البالانس تشانل. بمعنى ايه؟ يعني كل فرده سماعه انا اقدر اديها مقدار صوت معين. يعني دلوقتي لبست السماعه، مش عارف هي هتشتغل ازاي دلوقتي وانا بصور، بس انا هحاول اشغلها لكم. دلوقتي انا شغلت اغنيه اهو. بص هخليك تجرب معايا. هات شغلت اغنيه. جميل. بص بقى انا اختار من هنا. طبعا الصوت طالع، مش عارف طالع ولا لا، بس انا لما جربتها قبل كده كان طالع. بص انت هتفهم كده من المايك انا عايز اقول ايه. بص صوت السماعه ثابت. لو جيت حركت السماعه يمين وشمال، مثلا عملتها ليفت قوي كده، تمام. بص هنا مفيش صوت. بص هنا في صوت اهو. بص هنا مفيش صوت. بص بقى لما بنقل السماعه الناحيه الثانيه. بص يا جماعه دي اوبشن بجد بجد والله. ان انا دلوقتي يعني انا لو قاعد جنب حد، خد بالك، قاعد جنب حد والشخص ده عايز يتكلم معايا، فانا عايز ابقى سامعه، انا هوطي الفرده دي بس. عجبتني يعني السماعه صايعه، حركه صايعه. طيب نخش على السيتنج. هيقول لك ظبط كل حاجه. عايز تاتش دبل كليك ولا وان كليك؟ عايز البلاي باك؟ عايزها بوز؟ شوف انت عايز ايه. التريبل برضو براحتك. بص بقى عندهم حاجتين عملوها، هما 3 حاجات الجيمنج مود الناس كلها بتعملها، ما انبهرتش. فايند هيدسيت. فايند هيدسيت مش بيجيب لك صوت بس طنيني تن 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 ان السماعه ضايعه، لا، ده بيجيب لك اللوكيشن على الجي بي اس، على الماب. يعني بيجيب لك اللوكيشن على الماب، يقول لك السماعه فين في منطقه ايه، زي ما كان دلوقتي كده ظاهر عندي بالشكل ده. طيب السليبنج مود عاملين حاجه صايعه جدا. بص انا كده ببهرك، انا ما كلمتكش في سماعه ولا في امكانياتها، سيبك امكانياتها عاديه، بس بص على الابلكيشن. ادي السماعه اهي. بص بقى يا معلم، بيقول لك يستيبنج مود اما بتشغله بيفصل لك كل ده تاتش بيفصله، عشان لو دوست زي كده ما تشتغلش على غفله وانت نايم يا سيدي. طبعا ما فيهاش اير ديدكشن، لما بتشيلها من ودنك ما بتقفش. كان نفسي يغلطوا الغلطه دي، لا بيطلعوا صوته وهي مقفوله، كان نفسي. يعني زي ما انت شايف كده، ده الامكانيات. طيب اللي بيجي معاها، بيجي معاها التبات، بيجي معاها وصله الشحن، تمام. بص الحركات بقى، انتظر الحركات. سماعه بلاستيك، الماتيريال بتاعتها عاديه جدا، سماعه شكلها لطيف في الودن، تمام اهي. شكلها لطيف الى حد ما، جميل. تجربه الصوت انا شايف احنا نجربها عشان حضرتك تقول لي رايك بقى. انا عايز اسمع رايك انت الشخصي، تمام. انا مش هقول رايي في جوده المكالمات، انا ممكن اقول لك رايي في الميديا، لان انا جربتها ميديا اديها 6.5 من 10 لو هستخدم مزيكا وهسمع مزيكا. مكالمات يلا بينا، وقول لنا انت رايك في الكومنتات. لما انا بقى عايز اجرب معاك السماعه الكيو سي واي تي 13. اه انا بجربها في ظروف يعني ايه قاسيه شويه، في الشارع بالنهار في عز الزحمه وانا سايق وفاتح الازاز. فعايز اعرف اه تقييمك ليها بقى في العزل، وتقييمك فيها في جوده الصوت، سامعني كويس كلير ولا لا؟ المايك ممتاز، يعني انا سامع صوت كلاكسات من بعيد بس بسيط قوي. حلو يعني جدا. يعني انا سامع صوتك واضح جدا. مم. رغم ان انا فاتح فحتى ما فيش. الشباك. لا لا، انا سامع صوت الكلاكسات بسيط جاي من بعيد خالص. حلو جدا. اه هو ماشي. ممكن يكون الصوت مش بيور شويه بس واضح. يعني ممكن يكون مش اتش بي ساوند بس واضح. يعني لو قلت لك مثلا السماعه دي تحت ال 2000 جنيه، 1000 ونص بتاع الكلام ده، اه 1700، ممتازه طبعا. تبقى ممتازه. ممتازه بالنسبه للعزل في السعر ده، صح كده؟ اه طبعا.
اتفضل. تمام، شكرا يا مستر اسلام. العفو يا فندم. بعد ما سمعت المكالمه قرر وحط انت الرقم تديها كام من 10 في المكالمات، مع العلم انها بتيجي ب4 مايك، 2 في الفرده اليمين و2 في الفرده الشمال. الاي ان سي اعتقد ان انت حسيت بالاي ان سي زي ما انت شفت. محمد مثلا كان بيكلمني دلوقتي، لا هو انا حاسس بعزل وهو حاسس بعزل، فاي ان سي شغال. بتيجي بلوتوث 5.3 فده بيخليها في الالكترون اسرع، وبتقعد معاك 7 ساعات استخدام، ده على حسب الكلام المكتوب في الكتالوج، لكن احنا بنجرب. انا لسه لحد دلوقتي هي لسه قاعده معايا، يعني انا اول ما شلت التبات من عليها، شلت البلاستر من هنا كده، اداني ان هي السماعه 70% ولسه شغال. انا ايه بقى لي كده يوم ونص، لا شغاله معايا كويس، البطاريه ما ضعفتش، الى حد ما مقبوله، وسعرها تحت ال 2000 جنيه، يعني سعرها رخيص تقريبا، مش عارف 1400 جنيه ولا 1500 جنيه، تلاقيها موجوده في كل الناس اللي بتبيع في مصر كلها. بس كده يا معلم، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان بقى ايه اقول لك الساعه بتاعتهم. ماشي، الى اللقاء.